السلام عليكم. ما تيجي النهارده بقى نعمل رقاق مقرمش من بره كده وطري وتحفة من جوه. يلا نقول بسم الله ونخش نشوف هنعمل ايه. انا اول حاجة هنا هعصجها اللحمة. انا عندي كده ايه حباية بصل كبيرة كده مفرومة، على معلقة سمنة، اي مادة دهنية عندك اعملي بيها. انا ما بحمرش البصل يا جماعة، انا بخليه يدبل بس. وانا من الناس اللي بتحب ايه اعمل البصل الاول قبل اللحمة يعني. عندي كمان ايه فصين توم، انا مقطعاهم شرايح بس بعد ما البصل ما يدبل. بصوا بدأ ان هو يدبل اهوت. عندي فصين توم مقطعاهم شرايح. والثوم يا جماعة في تعصيج اللحمة في حشوة الرقاق دي بجد بيديها طعم حلو قوي، وهتوديه في حتة تانية بجد يعني. فجربي انك تحطي فصين توم في تعصيج اللحمة. بس كده انا بدأت انا ما بحمرش حاجة زي ما قلت لك. انا خدت البصل دبل نزلت عليهم بايه بفصين التوم، هشم ريحة التوم انزل باللحمة بس كده يعني. مش هستنى لما التوم يتحمر. بس اللحمة هي بدأت ان هي تاخد لون معايا، هنزل عليهم بفلفل رومي او الوان زي ما تحبي. وعندي كمان بشرة جزرة هحطها كمان عليهم. يعني حشوة ايه بقى متينة. عندي بقى هنا نص كوباية مية. انا دايما بعمل معاكم العصاج كده، لازم احط نص كوباية مية عليهم. هحط الملح والفلفل هظبطه تمام. وادي نص كوباية المية هزوده دلوقتي حالا، وهوطي البوتاجاز واغطي هنا لغاية ما تتشرب المية خالص. ادي المية اهي نص كوباية مية بس. هغطي بقى هنا وهوطي لغاية العصاج دوت ما يشرب المية خالص تمام. في كمان اضافة انا هضيفها تاني اهي. بعد ما شرب المية هضيف ايه حباية طماطم مبشورة عليه. هقلب بس ايه دقيقة بس كده مع بعضيهم. خلاص هي كده ما فيهاش ميه خالص اهيت. وادي حبايه اي حبايه طماطم واحده بس هي هتدي طعم بس. بس كده هي خلاص. هطفي بقى ونروح هنشوف هنعمل ايه تاني. عندي كده دي شوربه مغليه سخنه، لازم تبقى مغليه كده. ودي سمنه انا مدوباها يعني سخنه، مش مش مغليه، مش مقدوحه يعني، لا هي سخنه بس دوبتها. وادي الرقاق، هبتدي ابل الرقاق ده كده كويس قوي من كل ناحيه. وانا بستخدم دايما الرق ناشف، بفضله عن الطري. هتبليه كويس قوي من كل اتجاه. وعندي كده دي الصينيه اللي هعمل فيها، هدهنها من تحت كده بالسمنه كويس. وما تخافيش بقى لو الرق بتاعك مكسر ولا في حاجه، كل ده هيتدارى ومش هيبقى باين. بصوا اهو. بس الرق بقى يا جماعه بيحب الدسم. يعني ايه يعني؟ بصي حطي سمنه كويس ما بين كل طبقه والتانية. يعني احنا بقى في شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين وسفرتنا ما تحلاش من غير الرقاق بصراحة. زي ما قلت لك ما بين كل طبقة والتانية لازم تحطي سمنة. وادي الرقاق المتكسر عادي جدا هنستخدمه، مش هيحصل له اي حاجة ومش هيبان اصلا ان في حاجة هنا متكسرة. هنبله برضه وهنرصه كده جنب بعضيه وعادي. بصوا يا جماعة بقى لازم ايه، لازم تتني يعني تضغطي على الاطراف دي كده عشان تمسك في بعضها. ولما تيجي تقطعي بعد كده الرقاق ما تبقاش كل واحدة في ناحية. يعني اضغطي على الطروف بتاعة الرقاق. انا بحط بقى ايه 4 طبقات تحت و4 فوق، انت حطي زي ما انت عايزه. ايه دي الحشوه بتاعتي اللي انا عملتها. وهبتدي اكمل الباقي 4 فوق و4 تحت. وبعد ما اخلص برضو هضغط من فوق. بص انا ضغطت الاول تحت، اول طبقه عملتها ضغطت برضو الطروف. وبعد كده هعمل برضو نفس الحكايه بعد ما اخلص. واحط بقى سمنه فوق الوش كويس قوي، لان ده اللي هيحمر لي الوش بتاعه ويخليه يبقى شكله قمر كده.
هحطه على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لما يستوي اهو. واول ما يستوي بقى بصوا يا جماعه، أنا اول ما بيطلع بحط نص كوبايه من الشوربه. يا رب اكون فدتكم باي حاجه.